اهلا بيكم في مطبخ أليس. فيديو اليوم من الاكلات المصرية الشهيرة، الكفتة والحواوشي. ازاي ممكن نعملهم بخلطة واحدة باختلاف التوابل؟ ازاي الكفتة تطلع طرية وما تنشفش منك؟ كمان هنعرف ازاي طريقة التسوية اللي تخليها زي ما يكون جايباها من مطعم. كمان الحواوشي ازاي نسويه. قبل ما نشوف طريقة العمل ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو، وقولولنا رأيكم في التعليقات، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نشوف طريقة العمل، بس فاصل ونواصل. معانا كيلو لحمة وعليها ربع كيلو سمين، وربع كيلو بصل مفروم، ومعلقة توم، وعليها عصرة ليمونة. التوابل ملح ومعلقة سماق ومعلقة بهارات لحمة وفلفل اسود، معلقة فلفل اسود ومعلقة روزماري. هنفرمها كويس جدا لما الخليط كله يبقى جزء واحد والبصل ده يختفي. كده خلاص، ده شكلها اللي احنا محتاجينه. نبتدي نصبعهم على خشبة من بتاعة الكفتة. ممكن تصبعيها بالشكل اللي انت عايزاه. هنصبع الكمية كلها. تقدري تصبعيها بمية بصل او زيت او مية على حسب ما انت عايزة. وبصبع الكمية كلها، وكمان هشيلها في الفريزر نص ساعة او في التلاجة. هنحضر خلطة الحواوشي. معانا كيلو لحمة مفرومة، ربع كيلو بصل مفروم، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح ابيض، معلقة سماق، معلقة بهارات لحمة، وكمان هنضيف فلفل اخضر ونقلبهم كويس جدا. هبتدي افتح العيش واحط فيه اللحمة المفرومة بنفس الشكل كده. حاول ادوس على اللحمة كويس زي ما انتوا شايفين. هعمل واحد كمان بنفس الطريقة. ممكن اعمل الكمية كلها واشيلها في الفريزر، ولما احتاج اطلع مثلا بالكمية اللي انا محتاجاها. هشتغل هنا بالجريل عشان كنت مستعجلة شوية. ممكن تستخدمي اي طاسة عندك. هدهن الجريل اي مادة دهنية، وابتدي اضيف الحواوشي وادهنه كمان بنفس الطريقة. هبتدي اقفل الجريل يعني بيستوي اسرع.
هكمل كل الكمية بنفس الطريقة، وفي كل مرة بدهن الجريل تاني. خلاص كده استوى. هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه، يعني مش عايزينه يتحرق قوي. خلاص نضفت الجريل وهبتدي احمر الكفتة بنفس الطريقة. كمان لو عندك طاسة ممكن تعمليها تحمريها في نفس الطاسة، او ممكن تحطيها في الفرن على ورق فويل في صينية وتحت الشواية وهيتحمر. كمان هقفل الجريل، البخار بتاع الجريل بيسويها اسرع. كمان البخار بيخليها طرية جدا، تعتبر اسرع طريقة واسهل طريقة، وكمان بيخلي الكفتة طرية وحلوة جدا. زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين خلصنا الكفتة وده شكلها النهائي. كمان بنضيف عليها خضرة وبقدونس. بفضل اضيف الخضرة بعد ما نخلص علشان الاطفال اللي ما بتاكلهاش. كمان ممكن اطفالك يساعدوكي وانت واقفة زي ما انتوا شايفين. شكلها طرية جدا ومستوية. طريقة التقديم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو، ودعمونا باللايك والشير، وقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. تقدري تقدميها مع السلطة والطحينة والمايونيز. جربوها بطريقتي بجد هتعجبكم جدا، وبألف هنا.